في قرية بعيدة ورا الجبال وسط الغيطان والطرقات الترابية كان في راجل عجوز معروف بالحكمة والدهاء، لكن اللي حصل ليه في يوم واحد قلب كل الموازين. كان عنده 3 بنات، الكل بيتكلم عنهم وبيقولوا صوتهم زي الغنى ولسانهم زي الشعر. وكان عنده زوجة ابن ساكنة معاه في البيت، ساكتة بسيطة وشغلها دايما سابق كلامها. وفي يوم من الأيام ومع قرب العيد قرر العجوز قرار بسيط، أو على الأقل هو افتكره بسيط، قرار هيكشف له قلوب الناس اللي حواليه ويكشف لك انت كمان حقيقة مرة، مين اللي بيحبك بجد ومين اللي بس بيقول انه بيحبك. وهنا تبدأ الحكاية، حكاية هتعرف منها ان الكلام الحلو مش دايما وراه نية حلوة، وان الطيبة اوقات بتستخبى ورا صمت طويل. بس قبل ما نغوص جوه قصة الراجل العجوز وبناته ومرات ابنه، نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك الجميل اللي بيفرق مع القصة ويخليها مسموعة لناس أكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. واستعد يلا تسمع الحكاية اللي ممكن تغير نظرتك للناس اللي حواليك، واسمعني للنهاية عشان المفاجأة مش في البداية، دي في آخر الرواية. كان يا مكان في يوم من الأيام في قرية صغيرة وسط الغيطان الخضراء والهواء النظيف، كان عايش راجل كبير في السن اسمه عم حامد. عم حامد كان فلاح بسيط طيب وعقله مليان حكم من تجارب السنين. كان عنده ولد و3 بنات، سمية، نعمة وبسمة، وكان دايما بيتباهى ببناته في القعدة. كان بيقول بناتي دول لو اتكلموا العصافير تسكت وتسمعهم، الحمام يسيب الشجرة ويجي يقف عندهم يسمع حكاويهم. وفعلا البنات كانوا فصيحين جدا وبيعرفوا يتكلموا بطريقة حلوة تخلي اللي يسمعهم ينبهر. وعم حامد كان فرحان بده جدا لدرجة انه ساعات كان بيقعد يحكي كلامهم للناس وكأنه بيقرأ شعر. وعدت السنين واتجوزت البنات ال3 وراحت كل واحدة على بيتها. وكمان ابنه الوحيد سامح اتجوز بنت من القرية اسمها هالة. هالة كانت بنت بسيطة وهادية ما بتحبش الكلام الكتير، بس كانت ست بيت شاطرة، دايما تنظف البيت وتطبخ وتسقي الزرع وتشتغل في الغيط جنب جوزها، ودايما تبتسم وتقول الشغل بركة والبيت اللي ما فيهوش تعب ما فيهوش طعم للراحة. أهل القرية كانوا بيحبوها ويسموها الكنة الطيبة. لكن عم حامد لأ، ما كانش بيحبها زي بناته، وكان شايف إنها ما تعرفش تكلم زي بناته خالص، فكان دايما يقلل منها بينه وبين نفسه ويقول الكلام الحلو مش موجود عندها، دي بس بتشتغل وهي ساكتة. وقرب عيد الأضحى المبارك، وكان عند عم حامد شوية فضة حوشهم من شغل سنة كاملة. بصلهم كده وسرح فيهم وقال اشتري بيهم لبس جديد ليا ولا فرح بيهم بناتي؟ قلبه مال لبناته وقرر يديهم الفضة، بس ازاي يقسمهم على ال3 من غير ما واحدة فيهم تزعل؟ ما قدرش ينام طول الليل من التفكير لحد ما الفجر طلع، فقام مصلي الفجر وقال لنفسه بعدها انا هروح اشوف بناتي واكل عند كل واحدة منهم، وساعتها قلبي هو اللي هيقرر. مشي حوالي 5 كيلو متر ووصل عند بيت بنته الكبيرة سمية، اللي أول ما شافته فرحت بيه وقالت ليه بابا أهلا بيك يا وش الخير والبركة، ده أنا كنت لسه بقول لجوزي إني نفسي أشوفك، تعال ارتاح احكي لي أخبارك، أنا دايما فاكراك وبدعي لك. قعد شوية وهي فضلت تحكي وتحكي من كلامها المعسول، بس مفيش حتى كوباية شاي ولا أي سيرة عن الفطار. عم حامد قال في سره كلامها زي العسل بس قلبها مش دافي، كله تمثيل مفيش أي إحساس. وقتها قرر إنه يمشي من عندها من غير ما يديها أي حاجة. مشي كمان 5 كيلو متر ووصل عند بنته الوسطانية نعمة. أول ما شافته فرحت بيه وبسته من إيده وقالت له بيتنا نور بيك يا بابا يا حبيبي، تعالى أنا هعمل لك فطار يرد الروح، بس تعالى الأول اقعد وارتاح واحكي لي كل أخبارك. وفضلت تحكي وتحكي من كلامها اللي زي الشهد، بس الفطار ما جاش. عم حامد حس إنها مش بدماغها أصلا تقوم تعمل له لقمة ياكلها بعد تعب ومشقة الطريق،
وقال في نفسه كلامها وعود ومفيش فعل. الكلام سهل لكن القلب مشغول بنفسه، وسابها ومشي من غير ما يديها حاجة. مشي 5 كيلومتر كمان ووصل عند بسمة بنته الصغيرة اللي دايما كانت الأقرب لقلبه. أول ما شافته جريت عليه وقالت له يا حبيبي يا بابا، أنا لسه عاملة فطير بالسمنة البلدي، هأكلك فطار من اللي بتحبه. فرح وقال بينه وبين نفسه أهي دي البنت اللي تستاهل. دخل المطبخ ولقى الفطير على الترابيزة سخن والريحة تشهي، وخد واحدة بسرعة. فجأة دخلت بسمة فخاف إنها تشوفه وخبى الفطيرة تحت طاقيته. أول ما دخلت بسمة جريت على الفطير تبص في العدد بتاعه، ولما عدته ولقيته ناقص قالت لابوها بسخرية يا بابا انت شكلك تعبان، ده البخار طالع من دماغك. ضحك وقال لها كمان بسخرية ده من كتر ما بناتي بيحبوني قلبي بيغلي من الفرحة. سكتت بسمة وحس عم حامد ان كل كلامها زي اخواتها، شكله كان مخدوع في بناته، وسابها هي كمان ومشي من غير ما يديها أي حاجة. رجع عم حامد بيته بعد يوم طويل، كان مرهق وجعان وبيفكر ولا واحدة تستاهل الفضة، كله كلام وكلام. لقى هالة مرات ابنه الطيبة قاعدة بتغزل قدام البيت. أول ما شافته قامت جريت عليه وقالت يا بابا حمد لله على السلامة، كنت فين؟ أنا عاملة غدا سخن وريحته طالعة. قال لها بهزار ده أنا فطرت 3 مرات عند بناتي، شكرا ليكي يا بنتي. ابتسمت وقالت له بهدوء بس أكلة واحدة من بيتك أحسن من 3 أكلات بره. الكلمة دي خبطت في قلب عم حامد زي سهم. قعد وكل وهي كانت بتحط ليه بإيديها الأكل وتقول له كل يا بابا، ده الأكل ما يحلاش غير وانت موجود. هنا بس حس عم حامد بالدفى، بالحب الحقيقي اللي من غير تمثيل ولا كلمات منمقة، وقرر انه يديها الفضة كلها. وقال في سره اللي يستاهل الخير وهو اللي بيحب بجد، مش اللي يعرف يقول كلام حلو بس. ومن ساعتها ما عادش يتكلم عن بناته، وكل ما حد يمدح حالة كان يبتسم ويقول دي مش مرات ابني، دي بنتي اللي ما خلفتهاش. وعرف ان الكلام الحلو لوحده ما يطعمش، والنية الطيبة اللي بتبان في الفعل هي دي اللي بتسكن القلب وتعيش فيه. وساعتها فهم الراجل العجوز الحقيقة اللي كانت قدامه من زمان بس كانت عينيه ما بتشوفهاش. فهم ان الكلام الحلو سهل، اي حد يقدر يقوله، لكن اللي يقف جنبك من غير ما تطلب، اللي يطبطب عليك من غير ما تتكلم، اللي يحطك جوه عينيه من غير ما يقولك اي كلمة، هو ده اللي يستاهل تبني عليه قلبك وثقتك. العبرة مش في اللسان اللي بينقط سكر، العبرة في الفعل اللي طالع من القلب من غير مقابل. ومن اليوم ده ما بقاش العجوز يتباهى ببناته ولا بكلامهم، بقى يتباهى باللي حبته بصدق وخدمته بإخلاص من غير وعود ولا تمثيل، مرات ابنه الطيبة. فقبل ما تحكم على الناس بكلامهم بص على أفعالهم، لأن الحياة علمتنا إن اللي يزرع حب في صمت بيحصد قلوب من ذهب، وياما تحت السطور قلوب. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة، واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.